العثور على طفلة مرمية أمام مسجد صلاح الدين في النشوة الغربية في محافظة الحسكة. الكل يمكن يخطر على ذهنه أنه هاي الطفلة بنت حرام لذلك تم رمي هاي الطفلة. لا، هاي الطفلة تم رميها من قبل الأهل لخلاف بين الأب والأم، لأنها طفلة وليست طفل، ولأنه لا يستطيع أن يتحمل مصاريف معيشة الطفلة. يعني يقدر يتحمل مصاريف إذا كانت ولد، أما إذا طفلة كثرت عنده الطفلات وكثرت عنده البنات وهو ما بده. خلينا نحكي عن الأخلاق، عن القيم، عن الإنسانية. إذا طاوعك قلبك لخلاف بينك وبين زوجتك ورمت البنية أمام المسجد، إذا كانت هذه مو هذه ما تعرف من الأمومة شيء، هذه مجرد من الإنسانية. وإذا كان الأب من فعل ذلك أيضا نقول حسبي الله ونعم الوكيل. إلى هنا وصلت القلوب السوداء، إلى هنا وصل الغمامة على هذه القلوب. ماذا يحدث لكم؟ لا مخافة من الله، لا تقدير للإنسانية، وبدكم حياة سعيدة. ويا ربي حقق لنا أمانينا وحقق لنا أمنياتنا. إذا ما كان الإنسان صالح مع نفسه أمام ربه، والله ما يصلح أي مجتمع يعيش به. طفلة بعمر اليوم ولا الساعات ترمونها بدون وجع قلب بهذه الطريقة. ما تخافون الله؟ ما تحسبون حساب لآخرتكم؟ حسبي الله ونعم الوكيل.